بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العنوان بتاع النهارده ازاي نحافظ على نفسنا من الحالة النفسية وعلى أولادنا من السوشيال ميديا. دايما بنتكلم عن السوشيال ميديا إنها بتعمل تشتت، إنها بتعمل كذا، لكن ما عرفناش أو ما شفناش أو الأبحاث قالت أخيرا إن السوشيال ميديا لها تأثير ممتد مستمر على الخلايا العصبية وعلى البنية بتاعة الدماغ وعلى مستوى الذكاء لدى الفرد. الكلام ده آخر الأبحاث قالته، والكلام ده مرعب الحقيقة. الكلام ده مرعب، بمعنى إن أنا مش محتاج إن أنا أتكلم عن السوشيال ميديا على أساس إن هي اوبشن قدامي اذا كنت انا استمر عليها او لا. السوشيال ميديا وان انا افضل اعمل سكرول عمال على بطال على الفيسبوك انستجرام بلا بلا بلا. يعني ويعني اذا ما كانش في هدف وانا هقدر استغلها استغلال جيد، فهي بتعمل دامج حقيقي، بتعمل خلل حقيقي وظيفي في الدماغ. ليه؟ نتيجه لان انا يعني هناقش بقى الاسباب بتاعتها برضو دلوقتي قدام شويه، بس انا بتكلم ان فعلا السوشيال ميديا فعلا بتاثر على دماغنا. وبالتالي انا لما بتكلم عن سلوكيات، انا لما بتكلم على العلاقات، انا لما بتكلم على الحاله النفسيه، اكيد هتتاثر بيها. ايه اول حاجه احنا شايفينها؟ لما بتكلم ان السوشيال ميديا في المساحه اللي احنا بنتكلم فيها هنا مساحه امن للفهم مش للحكم، لان برضو في حاجه مهمه جدا، انا ما اقدرش اقول مع الدماغ كلمه نهائيه وحكم نهائي. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا دماغنا عنده القدره الهائله، عنده مرونه بشكل كبير جدا، ان هو مهما يوصل اذا كان في ديفو او حاجه انه يقدر يعمل كومبنسيشن او يعمل تعويض ويتعلم بالمرونه بتاعته. ما شاء الله عنده مرونه عاليه جدا انه يتعلم حاجات جديده وفق ما يعرف بالنيوروبلاستيسيتي او بالمرونه العصبيه. فاحنا لما بنقول ده بيعمل حاجه او كذا وحشه او مش تاثيره وحش على الدماغ، فده مش معناه ان خلاص يبقى ما فيش فايده بقى فينا، لا، ده معناه ان احنا طيب احنا دلوقتي بنشخص حاله وازاي احنا هنتعامل معاها في المستقبل ان شاء الله باذن الله. هو مين ممكن يقول لي اذا كان بيعرف يعمل تراك او يعمل تتبع لعدد الساعات اللي بيقعدها على السوشيال ميديا في اليوم؟ ممكن حد يشاركني؟ ليه هو كفرد الاول؟ حد ممكن يشاركني ان هو بيقعد قد ايه على السوشيال ميديا في اليوم؟ للأسف بندخل كتير. بشكل عشوائي حضرتك، يعني كل ما يبقى عندنا وقت فاضي بندخل ومن غير هدف وبنضيع وقت طويل جدا، صحيح. ودي حاجة طيب مضايقاني بصراحة. حلو، يعني هي حاجه مضايقاني. انا بعد ما ليه احنا هقول لك برضو احنا من الاسباب اللي انا عندي ضغط، انا زي ما انت بتقولي كده انا قاعده فاضيه وبدخل بشكل عشوائي. المخ لما بيلاقيني عندي مهام، انا دلوقتي ورايا مسؤوليات البيت، خلصت المطبخ، خلصت جيت من بره وانا ماشيه في السكه في الطريق، مخي فاضي. مخي فاضي ما عندوش من البدايه استعداد انا هعمل ايه في الخمس دقائق دول او العشر دقائق دول. فاسهل حاجه واخف حاجه يديلي رساله كده، ايه؟ ريح دماغك، خد شويه خمس دقائق كده فري. سواء بقى اصلا وانا بتكلم عن التسويف بيحصل الرساله دي بتطلع لما بتكلم عن التسويف، لما بلاقي قدامي مهمه كبيره جدا مش عارفه احلها، فيقوم دماغي على طول يقول لي بقول لك ايه، انت المساله دي اكبر منك، مش تيجي ناخد لنا كده خمسه كده تخفيله، يعني نغفل شويه وبعدين نقوم نكمل. الغفله دي ان احنا نمسك السكرول او ان احنا نعمل اي حاجه مالهاش علاقه بالمهمه بتاعتنا. نفس الطريقه دي هي اللي بيتبعها الدماغ برضو لما بكون انا مخلص شغل المطبخ وتعبت، او انا واقفه قدام البوتاجاز وعمال اقلب حاجات وزهقت، الولاد مطلعين عيني، ذاكر اعمل بتاع، عايزه اخد شويه، عايزه اخد نفس، عايزه اتنفس، اقوم اعمل ايه؟ امسك الموبايل، متخانقه مع جوزي ولا عايزه اطلب منه طلبات ولا مش عارفه. يعني انا مش واخداه عشان هدف، انا واخداه عشان اعمل ايه؟ اريح دماغي. موافقين على الكلام ده بنسبه كام في الميه؟ انا مش شرط يعني اكون الكلام اللي بقوله 100%، اسمعكم برضو. مم. يعني بنسبة حاجة كبيرة قوي ما شاء و90%، الله. نسبة كبيرة. بنسبه كبيره. يعني انت حسيتي ان انت فعلا دي الاوقات اللي انت بتروحي فيها للسوشيال ميديا؟ اه. حلو. يبقى احنا دلوقتي اول حاجه قبل ما اجي اتكلم عن تغيير اي عاده او اي سلوك، عايزين نبقى كده منتبهين لايه؟
امتى انا بروح لها؟ امتى انا بروح للحاجه دي؟ ده لما عايزه اغيرها. لو مش عايزه اغيرها خلاص مش هتفرق معايا الكلام ده. لو انا عايزه اغيرها، هو انا بروح امتى للشوكولاته؟ لما ابقى متضايقه. هو انا امتى باكل اكل عاطفي اللي هو الايموشنال ايتنج؟ لما ببقى متغاظه ومش عارفه ارد. هو انا امتى بمسك السوشيال ميديا؟ لما ابقى انا عندي احساس معين. ممكن لو حضرتك تشاركيني او تكتبي في ورقه عندك، مش لازم تشاركيني، في ورقه تقولي لي ايه الاحساس اللي بتحسي بيه، او بعد كده لو انت مش عارفه دلوقتي تنتبهي للحكايه دي بعد كده. هو انا وانا ماسكه السوشيال ميديا رحت ليه؟ واسالي نفسك السؤال ده من النهارده، وده يبقى التمرين اللي هتطلعي بيه، اول تمرين هتطلعي بيه النهارده. انا عايزه اعرف امتى انا بمسك الموبايل، امتى انا بعمل سكرول على الشاشه. تمرين صعب ولا ما سهل؟ احنا، انا عن نفسي انا عارفه. طب انا قولي عارفه شاركيني. ليه طب بقى. شاركيني. يعني ببقى زهقانه ومش عايزه اتكلم مع حد، عايزه ابقى مع نفسي. حاسه بيكي، حاسه بيكي، كلامك يعني بصي ده لمسني. الاحساس اللي بيبقى عايزه ابقى عندي. مع نفسي. حاسه بيكي. مش عايزه احتك بحد ولا اعمل مشاكل لحد ولا حد يعمل لي مشاكل. طيب، هو واضح طبعا الكلام يعني لمسني لدرجه لانها ساعات بتبقى كده، من كتر ما ماما ماما، او ده يقول لي وده يعمل ده وده يقول احيانا مش وده. على طول، ده احيانا، بس هو ده الاحساس الغالب عندي. ايوه، ايوه، حاسه بيكي، حاسه بيكي. وصحيح صحيح احنا بنبقى عايزين نفصل. يبقى بصي بقى، وانت يا استاذه شريفه وانت كاتبه كده انا فصلت امتى، او انا مسكت السوشيال ميديا امتى وانا مش مبسوطه انا مش مبسوطه من الحكايه اه. دي. طيب، فانا هكتب. انا بعمل كده لما ببقى عايزه اقعد لوحدي، بحيث ان انا ادور على بديل بعد كده. هو انا لما احب اقعد لوحدي، اقعد لوحدي فين؟ لما احب اقعد لوحدي احب اعمل ايه؟ وده عشان خاطر لما نيجي نقول عايزين نغير. فانا عشان اغير سلوك، انا لازم ابقى عارفه الغلط ايه، او اللي مش عاجبني ايه، واحدده وبعدين ادور له على بدائل. لكن طول ما مخنا مش عارف بديل، فهو مش عارف. ما انا ده الوحيد اللي انا اعرفه، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها، وبالتالي ما اعرفش غيرها. فانا لو مثلا انا زي ما مثلا لو حد جرب فيكو دايت يقول لك ايه، لو انت مثلا اول ما تلاقي نفسك متنشن والشوكولاته قدامك، هتروح واخد الشوكولاته. طيب ابعدها، او هات بديل تاني، هات بديل تاني، تاكل خس، جرجير، بسكوت، شوفان، مش عارف حاجه كده ان هي تكون ما فيهاش كالوريز عالي. فانا اول ما يجي لي التريجر او المؤثر ان انا اتعصبت او اتنشنت او حسيت ان في حاجه مضايقاني، على طول دماغي بترميني وبتجري بيا على ايه؟ لان انا عندي مسار عصبي للحكايه دي متكون. كوبايه النسكافيه او كوبايه القهوه او الشوكولاته او التليفون اهو، ونقعد نعمل سكرول. لا بصي، تنفسي 5 ثواني كده، شهيق وزفير، وعندي بديل تاني كويس. خلاص. حد بقى يقول لي كده التمرين اللي انا قلته ده كده بسرعه، وممكن يطبقه كام في اليوم؟ مش كام، يطبقوا امتى في اليوم؟ هو انا قلت الاسئله في الاخر، لكن برضه هتشاركوني، عايزه اسمع صوتكم. يعني ممكن 3 4 مرات في اليوم، بس انا عن نفسي مش هو ده امم. البديل الوحيد اللي قدامي، انا بعمل حاجات كتيره مختلفه. بس امم. الجزئيه دي انا عايزه اتحكم فيها، بحيث ان امم. انا ايه، يعني انا ساعات بقعد اراجع في القران شويه عشان برضو ايه ما انساش. الحمد لله انا ما كنت شاء حفظت الله، ما فتره، شاء الله، ما بس شاء ما الله. بقيتش اخرج دلوقتي اروح المعهد وكده، خلاص انا خلصت المعهد فبقيت بحفظ في البيت مع نفسي. فانا عايزه ادي الوقت يعني بتاع السوشيال ميديا، اخليه كله للقران. انا عايزه اتخلص من الحته دي بس. لكن انا ممكن مثلا اطبخ، ممكن اعمل قهوه زي ما بتقولي، اخرج شويه اشتري حاجات من بره، بعمل حاجات مختلفه. بس هي الجزئيه بتاعت السوشيال ميديا دي بتاخد بعض الوقت، مش كل الوقت عندي، بس عايزه فاهمك. اتحكم فيها بحيث انها ايوه، تكون مفيده وما تبقاش ضاره. ايوه، فاهمه حضرتك، فاهمه حضرتك. طيب، انا ممكن امسك الموبايل وامسك حاجات تانية. انا مش بقول حلول، انا مش بديكوا حلول، ده انا عايزاكم تفكروا انتوا في حلول. بس انا بدي اقتراحات عشان تنور معاكم، تقولي والله طب ما انا ممكن زي ما حضرتك قلت دلوقتي، انا ممكن اعمل قهوه، انا ممكن انزل. فانا وقت ده اللي انا لقيتني فيه ده اقرب حاجه فيه، انا عايزه اعمل. انا وانا مع نفسي كده اقعد اراقب نفسي، حالتي النفسيه، جسمي عامل ازاي، الافكار اللي بتدور في دماغي ازاي. ده جدول كده بيتعمل من 3 خانات. اول حاجه فكره بتدور في بالي، المشاعر اللي موجوده في بالي، الموقف، الفكره والمشاعر. الموقف، انا امتى مسكت الموبايل؟ بعد ما خلصت شغل البيت. ايه الفكره اللي في بالي؟ ان انا عايزه اريح. ايه الاحساس اللي عندي؟ جسمي همدان. طب للمره الجايه لما يبقى جسمي همدان وبعد ما اخلص عايزه اعمل ايه؟
اكتبي اي بديل انت عايزاه، مش انا اللي هقول لك، يعني دي كل واحد حر، يعني عارف شمس بيته بتطلع منين. فاهميني؟ فاهمه قصدي؟ وعلى اه فكره ممكن فهمت. يكون برضو ورد القران، ممكن يكون هو خلاص انا عايزه اريح من ورد القران، انا حاسه ان انا حفظت وسمعت وعملت حاجه في رساله. الكلام ده كان موجود في كتاب اسمه بتاع قوه الاراده. لما بنعمل لنفسنا، عملتي بقى حاجه كويسه، عملتي مهمه كبيره قوي، فكاننا بنقول لنفسنا انت من حقك تاخد مكافاه. انا ما بالظبط اعرفش كده ده. بيحصل معايا كده. بقول ايه، طب اما اريح شويه، رجلي وجعاني ايوه، خلاص، طب اقعد ابص شويه على اي حاجه كده ملهاش اي لازمه يعني. ايوه. طيب شفتي بقى، هو مخنا ده عجيب، مخنا ده سبحانك يا رب عجيب فعلا يعني. هي حته المكافاه دي. طيب انا هقول لك على حاجه، ايه المكافاه اللي انت لما تعمليها تحسي انها فادتك، وحاسه ان المكافاه دي حلوه قوي وانا عايزه اخد منها قوي؟ انا هقول هنا على حاجه صغيره قبل ما اتكلم السلايد، مع ان السلايد كان ماشي في اتجاهها، بس انا حابه اتكلم معاكم بالفلو اكتر. السوشيال ميديا فيها جزء ادماني. ليه؟ لانها بتديني حاجه اسمها مكافاه سريعه. اول ما زي ما بقول ايه، عارفه انت لما إيه الميه السخنه لما بتنزل على جسمك لما تيجي تاخدي دش، او لما بتشمي ريحه القهوه بتحسي كده بشعور حلو، او اول قطمه شوكولاته، اول قطمه شوكولاته غير اخر قطمه في البار، معروفه يعني. اول حاجه دايما، او اي حاجه لما بتبقي مشتاقه لها قوي بتاخديها، بتدي على طول رساله، الله الحاجه دي حلوه هات منها كتير. اهي كلمه هات منها كتير دي المخ بيربطها على طول، كل مره عايز تحسي بالاحساس ده هات ده. خلاص. فاحنا بيبقى عندنا سوق، انا عايزه ارتاح واحس ان انا ما بفكرش في اي حاجه. ايه اقرب حاجه؟ خلاص بقى في عندي مسار عصبي. مسار عصبي يعني ايه ببساطه؟ يعني انا بشتغل تلقائي، ما بفكرش. اسهل حاجه ان انا وانا مغمضه كده اهو اروح ماسكه الموبايل واعمل من غير حتى لو انا عايزه اقاوم واقول لا، هلاقي مقاومه شديده جدا. ففيها نسبه كبيره جدا من السلوك الادماني. وزي ما شرحتها مش ادمان يعني حاجه مخدرات او لا، بمعنى انها بتخليني اخد وقت، او بتخليني مرتبطه بيها ومتعلقه بيها لدرجه ان انا صعب عليا ان انا ايه ما افتكرهاش. طب ليه؟ علشان بتديني سعاده فوريه. فكره السعاده الفوريه دي هي اللي بتديني الاحساس بتاع آه ده حلو هات منه. خلاص. طيب احنا عايشين في وسط الحياه، رتم الحياه بتاعنا النهارده، اللي هو بيقول عاصفة يومية، في ضغط نفسي مستمر. الضغوط النفسية اللي احنا عايشين فيها يا جماعة النهاردة، ما حدش يقارن النهاردة بالسنين، بالأعمار اللي فاتت، بأبهاتنا وجدودنا. أبهاتنا وأمهاتنا وجدودنا والأجيال السابقة ما كانش عندهم كم المقارنات اللي احنا عايشينه. كان الموجود في البيت بيتاكل وخلاص، ما كانش فيه مجال ان احنا مش عشان احنا وحشين، بس عشان في ضغوط علينا من الناس اللي حوالينا. ابنك بيجي من المدرسة بيبقى عايز يقول لك ما انا صاحبي عمل وسوى، بتبقى انت عايزه ابنك يبقى زيه زي اصحابه، بتبقى انت برضو عايزه الناس لما تدخل بيتك يبقى عندك واحد اتنين تلاته عشان مش يبصوا لك بصه مش احسن حاجه. وقيسي على كده بقى لبسك وجزمتك وشنطتك وشغلك وتعليمك وكل حاجه. ففي طول الوقت غصب عننا احنا في منافسه. يعني مش عارفه يعني المنافسه كان اساسها ايه، لكن احنا محطوطين فيها. وما تقدريش تقولي انا هتجاهل المجتمع كله، لا طبعا احنا ما نقدرش نتجاهل المجتمع كله. مهما تكون المناعة بتاعتنا قوية بتقلل صحيح المنافسة، لكن بتظل موجودة. ولازم تكوني موجودة في صحبة أو تكوني في مجتمع يحميكي من تأثير المجتمع السلبي. بمعنى إيه؟ أنا في وسط ناس مثلا يعني كلهم توجههم مثلا بيضيعوا وقتهم بيتفرجوا على أفلام بيسمعوا أغاني، فغصب عني مهما أنا أقاومهم هتأثر بيهم. فعشان أحتمي وأحمي قلبي من الكلام ده هعمل إيه؟ اكون متواجده في مجتمع تاني يشدني ربنا اكتر، او يكون في مجتمع يعرفني بربنا، او يخليني احبه اكتر، يخليني احفظ قران، يخلي حياتي لها معنى. فحتى لما هم يجوا يغنوا قدامي او يقولوا احنا هنعمل عيد ميلاد، ولا يقولوا يعملوا حاجه او حاجه انا حاسه ان انا مش ضمن اولوياتي، بغض النظر حتى عن حلال او حرام، يعني هو حلال او حرام هو المرجعيه، بس ده مش اولوياتي يا ستي، انت شايفاها حلو انا مش من ضمن اولوياتي.
وما تشدش معاكي وتضطريني ان اقعد اقول ما هتقعد تقول لي وتقعد تدخل معايا في نقاش وتدخل معايا في مجادله وتقنعني ان ابقى معاها وانا مش محتاجه ده. ف في الحاله دي انا محتاجه هنا ايه؟ محتاجه ان انا اتواجد في مجتمع امن ليا، مجتمع يقبلني، مجتمع شبهي. فدي اول حاجه بالنسبه للضغط النفسي المستمر. فاحنا ما نقارنش ونقول ايه ما اهالينا حاجه واحنا حاجه تانية. طبعا الانفتاح اللي موجود دلوقتي وحجم الرفاهيه اللي موجود دلوقتي غير حجم الرفاهيه اللي كان موجود زمان. زمان كانت انواع الجبنه اللي كانت موجوده زمان ايه؟ انا فاكره جدتي كانت بتقول مثلا ايام الملك فاروق كانت بتقول الجبن الحلاوه، عشان كان الاجانب اللي ماسكين الحاجات دي، بتقول الحلاوه كانت بالمكسرات، مش عارفه الجبنه الرومي كانت بايه، وتقعد تقول لها اوصاف واشكال كان والدها بقى كان بيوريها لها. النهارده انت مش عندك جبنه رومي بس، انت مش عندك جبنه شيدر بس، ولا عندك، لا عندك كام صنف، وكل يوم بيطلعوا اصناف واشكال فانت هتجيبي ايه ولا ايه؟ اللبس والموضه، الموبايلات. فقيسي على النوادي، كان زمان اللي ما يروحش نادي عادي ده بديهي، يعني سواء انت كنت تبع نقابه ولا تبع شغل. مثلا انا والدي كان مثلا ضابط، ماشي النادي بتاعت الجيش، لكن لو انا مش كان ضابط جيش ما كانش شرط ان انا اشترك في نادي. لكن في ناس النهارده شرط اساسي عندها الاشتراك في النادي. الاشتراك في النادي يبقى انا هروح. او الجيم بقى دلوقتي من ضمن الحاجات الاساسيه. حاجات كتير كانت الحاجات دي مش موجوده اصلا زمان، وبالتالي ما كانش عندهم الضغوط دي. قيسي بقى على كده كل شويه البلوجرز ويطلعوا لك صبغه، ويطلعوا لك قلم، ويطلعوا لك مج، ويطلعوا لك مستحضرات للعنايه بالبشره. طب الكلام ده كان موجود زمان؟ فاحنا واحنا بنتعامل نقول ازاي اهالينا؟ لا، ما هو احنا حاجه وهم حاجه. احنا ما نقدرش نعيش الطريقه اللي هم عاشوها، او لو حابين نعيش الطريقه بتاعتهم خلاص يبقى هنعيش بنفس الافكار بتاعتهم. لكن احنا نقدر نستغنى عن كل الرفاهيات دي؟ هو ده السؤال. احنا عندنا حجم رفاهيه عالي جدا، وده بسبب الرأسمالية على فكره. حجم الرفاهيه اللي احنا موجودين فيه دلوقتي سمح لنا ان احنا نبقى فاضيين. زمان ايام جدتي كان في ناس بتساعدهم في البيت، صحيح كان في ناس كتير بتساعدهم في البيت، مش كانت يعني مش هقول ان ست البيت هي اللي كانت بتقوم بكل شغل البيت لوحدها، كان في معاها حد بيساعدها، 2 و3 في البيت بيساعدوا. لكن برضه في نفس الوقت ما كانش عندها رفاهيه ان العيش يبقى جاهز ويبقى عندها، لا كانت بتخبز في البيت، كانت تعمل، وكان عادي جدا انها تذبح في البيت وتعمل اكل في البيت كله من البيت. فدلوقتي لا، احنا كل حاجه بندوس على زراير عشان خاطر نجيب اي حاجه دليفري، علشان نجيب اي حاجه. شوف اي حاجه دلوقتي بتدفع على انستا، يعني اي فلوس بتدفعيها انستا، انت حتى مش محتاجه انك تنزلي، يا دوبك كله زراير. ففكره السرعه وفكره الرفاهيه دي حطانا في ضغط غير طبيعي. طبعا السرعه الرهيبه زي ما انا بقول لكم عباره عن زراير، سوشيال ميديا بلا حدود، ديت فكره النت اللي احنا عندنا فكرتين، اللي هي بتاعت الفير اوف ميسنج اوت او الفومو، ان في حاجه ممكن تحصل وتفوتني، مش شرط حلوه ولا وحشه، بس في احداث بتحصل وتفوتني. فانا فاكره حد كان بيكلمني مثلا بيقول لي لا، ما انت لازم تبقي متابعه اللي بيحصل اول باول في العالم كله. فبقول لهم طيب، هو ابن تيميه لما جه ايام التتار كان عارف ايه اللي بيحصل في البلد اللي قبلهم او اللي بعدهم؟ ولا قبل ما هو التتار عشان كان بيجي خلص يعني عمل ازمه كبيره يعني. بس انا ليه بستشهد بالحاله دي؟ لان كان في علماء في الوقت ده كتبوا لنا التاريخ، ما حدش قاعد يعيط على الاطلال. كان في علماء في الوقت ده كانوا منشغلين بالابحاث العلميه وفي الكيمياء وفي كذا، وعملوا لنا تراث. فلو احنا فضلنا قاعدين نقول مصل الحرب في اوكرانيا، مصل الحرب في ايران، مصل الحرب، مش هنخلص. لكن لو احنا انشغلنا باللي في ايدينا وقللنا شويه حته ان انا ابقى مرتبطه دايما باب تو ديت الاحداث اللي بتحصل، يعني لو حد مات ولا حد صحي هتفرق معايا ايه؟ هو انا بكتب البدايه والنهايه؟ هو انا ابني كثير عمال اكتب الناس كل بلد مين مات واعيانها، ده الاعيان بس اللي بيتكتب. ما علينا. شعور دائم اننا مش ملاحقين نرتاح او حتى نربي. انا وجماعه بقول لكم الكلام دوت مش انا جايباه على السوشيال ميديا، لا ده انا جايباه لان انا حسيته فعلا. انا ساعات بحس ان انا مش ملاحقه. خلصت الغدا فانا عايزه اخلص السيشن، خلصت السيشن فانا عايزه اخلص الهوم ورك بتاع او الاساينمنت بتاع الكوتش الكورس الفلاني. خلصت طول الوقت عمالين عشان نحس ان احنا بننجز. خدوا بالكم على فكره، الانجاز ده فخر. الانجاز ده فخر، انا بخليكي طب انا عايزه هتدبر امتى؟
انا عايزه اقول لكم فخ انا كنت بقع فيه دايما، ويا ريت تشاركوني بقى في حاجه زي دي لو حد وقع في فخ زي ده زيي. ان انا عشان انجز ما كنتش عايزه، يعني انا كنت بخلص الكتاب اخلص الكورس، فانا كنت بعمل علامه صح كده تعرف ان انا انجزت. لكن لما تقولي لي مثلا تواصل، لما تقولي لي مثلا تعملي تسجيلات على الفيسبوك، اعملي مش عارف ايه، وده جزء مهم في شغلي. فكنت اقول ما هو ده مش بالنسبه لي عقلي ما بيقيسهاش، فكنت باخرها واجلها. فاكتشفت ان انا مع مرور الوقت ان فخ الانجاز ان انا عايزه اعمل علامه صح دي كان فخ انا كنت بقع فيه. لا انا كده عملت صح على الكورس، فانا خلصت كورسين ثلاثه، كده انا خلصت على الكتاب فانا خلصت ثلاث اربع كتب. فكان فخ عندي. حد فيك وقع في الفخ ده؟ انا بس اللي ممكن اقع فيه. لا ما حصليش بصراحة. طيب ده جميل جدا، حلو قوي. معذره، النت طلع. طيب في كلمه واحده حد يشاركني حاجه بترهقه، حاجه عامله لكم ارهاق، في كلمه واحده حاسين ان تعمل لكم لود. السلام مفيش حاجه عليكم عامله ورحمة لكم الله لود؟ وبركاته. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ورحمه الله الله وبركاته. وبركاته. ازي وعليكم حضرتك السلام عاملة ورحمه ايه؟ الله وبركاته. ازي حضرتك اهلا عاملة بيك، ايه؟ ازيك يا منى؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا الحمد لله، يجزيك انت خير يا رب. ازيك؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا جزانا يجزيك خير واياك. يا رب. لا، اكتر حاجة كثرة المهام. شكيني بقى. اكتر حاجة كثرة مم. المهام صراحة في البيت، يعني تحسي ان انت بتعملي مهام كتيرة في البيت، ولما تحبي توزعي المهام على الاولاد مش بيسمعوا الكلام، بينهدم، لازم تزعقي معاهم كل شوية عشان يعملوا الحاجة يعني. ممكن يعملوا ممكن ما يعملوش. دي اكتر حاجة صراحة مسببة لي ضغط. مم. وهم مش بيذاكروا، فانتي ايوه ذاكروا انا مش عايزين يذاكروا، مع انهم كبار في السن. انا مش بذاكر لحد يعني، هتنرفز واعلي صوتي؟ لا، شوفوا اللي وراكم ذاكروا، انا مش هقعد بحد اذاكر له صراحه يعني. هم عندي في سته ابتدائي واولى اعدادي، ذاكروا مش عايزين يذاكروا، مريحين دماغهم صراحه يعني. فده اكتر حاجه مسببه لي لود. واللي اكتر منه حفظ القران، انا بحفظهم قران مش عايزين يحفظوا اصلا، غير لما مثلا باباهم موجود، وممكن لو انا نمت بدري من كتر التعب هم ما يسالوش، ما يدوروش على حفظ ولا على اي حاجه. بس كده. طيب، هو انا كان قصدي جميل جدا مشاركتك معايا يا منى. هو انا كان قصدي بكلمه واحده عامله لك ارهاق دلوقتي، فانت تقولي ايه؟ آه السوشيال ميديا، المنافسه، المقارنه. انت قلتي في البدايه كثره المهام. مم. كثره المهام دي اكتر حاجه، اختار كلمه واحده بس عشان خاطر نشوف علاقتها بالعنوان بتاع النهارده. الحقيقه الكلام اللي حضرتك اتكلمتي فيه ان اولادنا عايزين ازاي نحفزهم، ايه اللي يخليهم يحفظوا القران؟ ده تمام. موضوع مستقل طبعا مش هقدر اغطيه النهارده. ايه اللي يخليهم يحفظوا القران؟ ايه اللي يخليهم يذاكروا؟ وهما بيسمعوا ان اذا كان التيك توكر بياخد او اليوتيوبر بياخد قد كده، انا مش، انت عايزاني اذاكر ليه؟ ما الشات جي بي تي عنده كل المعلومات. وعلى فكره يا ماما، على فكره يا ماما، انت يعني انا سمعت كده من دكتوره، كنت دكتوره علاج طبيعي، كانت بتقول لي بتتكلمي عن ابنها، فبتقول لي بيقول لي يا ماما، يا ما انت نجحتي اهو، وبتاخدي كام؟ تشتغلي بتاخدي كام؟ فاهمه الفكره بتاعت الولاد، اذاكر ليه يعني؟ لا، انا بتقول وبعمل بذاكر ليه، بتقول انا عايزه اتجوز واقعد في البيت، مش عايزه اعرف اذاكر. وانجح. انا مش عارفه. يقفل الباب وراك اصلا يا عم. حلو والله، برافو عليها، حلو انها تبقى عايزه تتجوز تقعد في البيت، تبقى تقعد في البيت وهي متعلمه، مفيش مشكله، عشان تعرف تذاكر لاولادها. ما هي عايزه تهرب من الو، المذاكره، سامعاني؟ هي عايزه سامعاني تهرب يا من استاذه منى؟ المذاكره. ايوه سامعه حضرتك. حضرتك سامعاني؟ هي عايزه تهرب من المذاكره، انا اتجوز واقعد أيوة. في البيت. انا سامعه حضرتك. ايوه. حلو قوي، جميل جدا. يا ريتك تبقى قد الكلمه دي، يا ريتك تبقى قولي لها، يا ريتك تبقى قدها. لان انت عشان حتى تتجوزي وتقعدي في البيت، فانت محتاجه تتعلمي حاجات.
ده المشكلة بقى مفهوم تاني خالص. انا عشان اقول المشكله ايه؟ مش عايزة تعمل حاجات في البيت، مش هتشيل مسؤولية أي حاجة. طب ما قولي لها اللي انت بتهربي منه النهارده ده هيبقى ما فيش حد غيرك هيقوم بيه. ما هي اه الفكره كده، احنا عايزين نحط لهم الحقائق بقى. انت فاكره انك لما تتجوزي وتقعدي في البيت، يعني مين اللي هينظف البيت غيرك؟ مين اللي هيربي الولاد غيرك؟ مين اللي هيطبخ غيرك؟ فيعني فكري في الموضوع ده شويه. تمام. طيب عموما هو خلاص الاسئله بتاعت حضرتك دي احنا ممكن يبقى ليه انا احفظ ولادي، او ليه ازاي اخلي ولادي يحفظوا القران، ده محتاج او يذاكروا. ده طبعا محتاج مننا احنا كاهل بيشوفونا احنا بنعظم ايه، احنا بندي ايه قيمه كبيره جدا. احنا واحنا بنقول لاولادنا ذاكروا، فاحنا بنقول لهم ذاكروا عشان مستقبلك. ذاكر علشان اه تقدر تشتغل وتجيب فلوس. ذاكر عشان قيمتك. ذاكر عشان الناس تحترمك. ذاكر عشان كلها حاجات بره. فبالنسبه لي طز في الناس دي كلها، والناس اللي انت بتقولي عليهم دول اصلا ما هو فلان وعلان وسين وصاد وهكذا. هل بتسمعوا الكلام ده ولا بتسمعوا كلام تاني؟ يا ريت تشاركوني عشان اعرف بيتقال ايه تاني. ما هو مش ده بيوت كتير واطفال كتير، فممكن يكون لهم اقوال تانية. بيقولوا لكم كلام تاني؟ يا أستاذة في حاجة تانية ملاحظة في الأطفال، يعني أغلب الأطفال عندهم أنانية غير طبيعية، عندهم حب اه للذات غير طبيعي. أي بنت بتكلمك مثلا عن الجواز بعد كده هتعمل إيه في المستقبل، تقولك اتجوزت ولقيته مش كويس خلاص، أنا إيه اللي يخليني أستمر من دلوقتي وهم لسه صغيرين، يعني 10 سنين 12 سنة، بايعة الدنيا باللي فيها. فدي حاجة غريبة قوي، يعني من الصفات اللي صح بتضايقني صحيح. قوي في العيال طيب الصغيرين انا هقول الأنانية. لحضرتك ده انعكاس مباشر للسوشيال ميديا والنت واللي بيسمعوه في الافلام والمسلسلات. ده انعكاس مباشر. ده بقى لما نيجي نتكلم عن هو احنا دلوقتي عدينا نص ساعه، 5 دقايق مش هطول عليكم عشان صلاه المغرب. من اكتر الحاجات اللي المساوئ بتاعت السوشيال ميديا عارفين ايه؟ تشكيل المفاهيم. هو اللي بيحط لك المفاهيم، هو اللي بيحط لك الاولويات، هو اللي بيحط لك القيم. تبقى انت عندك القيمه الانجاز بس بيوجهك في حته تانية. يبقى انت عندك قيمه زي ما هي بدات تقول لك ايه، انا ايه اللي خليني استحمل؟ هي جابت الكلام ده منين؟ الكلام ده مش جايباه من عندها، جايباه مترسخ فيها من اللي بتسمعه في السوشيال ميديا، بتسمعه في الافلام في المسلسلات. والكلام اللي يعني اللي بنسمعه كل متين. انا ما شفتش مش متابعه يعني حاجه قريب، بس انا كنت بسمع الكلام ده زمان. ان هو لما كان الفتره اللي انا كنت فيها مثلا من 20 سنه، كانت الافلام كانت كلها ان الست اللي بتقعد في البيت جوزها بيرميها وبتقعد في الشارع ما بتلاقيش حد يصرف عليها فلازم تشتغل. انا كنت في الفتره في الحقبه دي، وكانوا بيجيبوا افلام كتير جدا في الحته دي ان هي تترمي في الشارع ملهاش مأوى، محدش عايز يستحملها، محدش. بدل ما نقول نربي راجل محترم، بدل ما نقول نربي فين صلة الرحم، بدل ما نقول مين المسؤول عن النساء دول. ما هو انت مفترض انت لما بتاخدي نص الورث فانت بتاخديه عشان انت ليكي اب، ليكي اخ، ليكي ابن، ليكي ولي مسؤول عنك. لكن احنا ما قلناش ده، لكن احنا بنقول ايه؟ لا اطلعي اشتغلي واعتمدي على نفسك. انا ما شفتهاش خالص في قصص. يعني كتير من السيره. ام الشافعي اشتغلت صحيح عشان تربي الشافعي في بيتها، انها تغزل عشان خاطر تكفله ان هو يتعلم. لكن ما شفناش انها تشتغل عشان تربي ولادها وعشان ما فيش حد مسؤول عنها. ما شفناهاش دي، ما شفتهاش قبل كده، ولا ديننا حتى امر بيها. ما علينا. طيب فالسوشيال ميديا من ضمن اسوأ الحاجات اللي بتقوم بيها عارفين ايه؟ تشكيل المفاهيم. يعني ايه حب؟ ان هم يموتوا بعض وقصدي يموتوا عشان بعض زي راميو وجولييت. يعني ايه نجاح؟ يعني سمارت ولابس بدله ولابسه قصير ولابسه بشعرها، هو ده صوره الست الناجحه. يعني ايه؟ طب تبقى ام تبقى معايا؟ لا دي ما تبقاش الصوره دي، ولازم تبقى لابسه جيبه فوق الميكرو شيب. يعني ايه؟ يعني ايه سعاده؟ يعني الناس فرحانه قوي بقها على اساس ان هو حاجه مستمره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله مسجله لك الدين لك بختفي. على اساس ان هو شعور مستمر بالعربيه
في المصيف، باللبس، بالبرفانات، بكذا بكذا بكذا. ونيجي احنا نسمع كلامهم ونعمل الحاجات اللي هم بيقولوا عليها دي، نلاقي ان ما حسيناش بالمشاعر اللي هم قالوا لنا عليها او وعدونا بيها. فتحصل بقى الصدمه، ويحصل الضغط النفسي، ويحصل المشاعر اللي مش احسن حاجه. الضغط النفسي ده بيحط لنا، طب ما انا عملت كل حاجه، بتحسي بالتوهه، تحسي ان انا ضايعه، طب ما انا عملت كل حاجه، ليه ما حسيتش بالسعاده زي ما انا عملت؟ هم قالوا لي لو مشيتي في الطريق ده تحسي بالسعاده، مشيت فيه وجريت فيه، ليه مش سعيده؟ ليه بعد ما ذاكرت واجتهدت ما حسيتش بالنجاح والواو زي ما انا كنت بيقولوا لي؟ فيبدا يحصل بقى ايه؟ بتحسي ان انت مش راضيه عن نفسك، مش راضيه وفرحانه بالانجاز بتاعك، مش حاسه بالسعاده دي. طب لا، ما انا قضيت حياتي كلها في القران. حتى في تعاملنا مع القران فين النيه؟ استحضار النيه والمعنى اللي احنا بنعيشه في حياتنا. لان لو المعنى مش موجود واستحضار النيه مش موجود، اي حاجه احنا بنعملها ما بنكونش صامدين فيها قوي عشان نكمل ونواجه التحديات اللي فيها. اخد برضو شريحه تانية عشان يبقى كده دقيقتين. انا مش عايزه اطول عليكم، انا عارفه عشان الصلاه وعشان نقدر نكمل بعد كده ان شاء الله وما تعبتوش معايا. مين بقى حاسس انه بقى بيبذل مجهود عادي بس طول الوقت مرهق ومستنزف اكتر من زمان؟ يعني اقل حاجه على طول بقيتي بتحسيها ها؟ محدش حاسس بالاحساس ده؟ ما سمعتكيش يا استاذه، حضرتك قلت ايه؟ السؤال بيقول اهي على الشاشه اهو، مين حاسس انه بقى بيبذل مجهود، اقل مجهود بيحسسه انه مش طايقه نفسك، مستنزفه، يعني بقيتي عندك يعني عصبيه، اي موقف يحصل تحسي ان انت مش طايقه. انا وانا ما تقوليها من قلبك، ايوه بتقوليها من قلبك. وانا والله كمان، مش انتوا بس، وانا قبلكم. انا اعمل اقل حاجه، لو حد طلب حاجه تانية خلاص ببقى مش طايقه نفسي ولا طايقاهم ولا طايقه اي حد. ايوه، عايزه الله اعمل المستعان، اقل ربنا القليل يعينك. ومحدش يكلمني. ايوه ما اعرفش ايوه. ليه. أنا مستغربه نفسي قوي والله، مع اني كنت بعمل حاجات اكتر من كده قبل كده وما كنتش بتكلم. مش عارفه. اللهم رب يزيد على ليه بقى يا استاذه شريفه؟ لان طبيعي، انا بصي يا حبيبتي، هو احنا بنفضل نبذل مجهود عشان يكون في مردود. وبنفضل نبذل بذل كل يوم، كل يوم جديد، كل يوم بنطبخ، كل يوم بننظف، كل يوم بنعمل، بنشتري طلبات، بنعمل السلسله ما بتخلص. اكيد احنا بس اننا واحنا بعد ما بنكبر مش بنفس القدره والطاقه والحماس اللي بنعمله واحنا صغيرين. فالمهام لازم تتجدول، تتبدل، يعني اللي انا كنت بعمله وانا عندي 20 سنه مش بنفس الكفاءه او نفس الحجم بتاع هعمله وانا عندي 50 60 سنه. انا عندي 50 سنه، عشان مش بقصدي عليكم ان انتوا كبار في السن، ربنا يديكم الصحه ويبارك في اعماركم. بس انا بتكلم ان انا لا، بقول لاولادي لا، خلوا حافظوا على، اعتبرنا دي تربه، حافظوا عليها ان انتوا ما تجرفوهاش. يعني طاقتي دي ما تجرفوهاش عشان اقدر استمر معاكم. لما في جوازات وقف معاكم واكمل معاكم، ما تجرفوهاش. ليه لازم ابذل مجهود بدني كبير؟ ليه؟ مش لازم ان انا ابذل مجهود بدني كبير. طب هل انا في المقابل ان انا ما أبذل؟ لا، هو احنا برضو الحد الادنى ان انا مكان لكل شيء وكل شيء له مكان، عشان انا ما بحبش الكركبه، ما بحب ما مش انا يعني الكركبه بتاثر على الحاله النفسيه وبتاثر على المود وكذا وكذا. فلا، في مكان لكل شيء، بس ده موضوع مستقل يعني. طيب السؤال اللي بعده بقى نشوف برضو. المجتمع بيقول لنا مثلا لو انت عندك حاسه بالارهاق او حاسه انك مستنزفه، ثانيه واحده، تليفون مع اخوكي عبد الرحمن مع حمزه. في الكبار بيقولوا عليه ده كسلان، ده متشتت، هو ممكن يكون مرهق. احنا اوقات كتير يا جماعه بنبقى مستنزفين تعبانين من الضغوط، بتبقي نايمه وانت بتفكري في المصاريف، بتفكري في مستقبل ولادك، طب الحل ايه؟ هو احنا بنفوض امرنا لله. يعني ما فيش حاجه انا قتلتها بحثا وقتلتها قعدت افكر فيها ونجحت. بالعكس، الحاجه لما بسيبها وبفوض امري لله بلاقيها هي مشت من عند ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا طب هل احنا ما بناخدش بالاسباب؟ بناخد بالاسباب. احنا بناخد بالاسباب بس مع دايما كده يبقى عندنا المعيار الوسطي اللي هو ايه؟ انا باخد بالاسباب بس انا عارف ان النتيجه مش بايدي. نقطه. انا باخد بالاسباب
ان انا ارتب، ان انا عارف هجيب دخل منين، ان انا بس انا النتيجه بتاعت التصرفات دي مش بتاعتي. في الاطفال بنقول ده عنيد، بنقول ده عند سلوكه مش كويس، فاحنا ممكن يكون مش قادر يعبر عن مشاعره ومحتاج ان حد يحتويه. طب الحته دي فين علاقتها ايه باللي احنا بنقوله؟ السوشيال ميديا او المدرسه، السوشيال ميديا بتاثر على الاولاد اللي بيقابلهم ولادنا في المدرسه، واللي بيقابلهم في الجامع وفي النادي وفي الدرس. يعني انا شفت كتير للاسف للاسف للاسف، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون امام في مسجد، وممكن تكون امه منتقبه عادي، وممكن يكون من بيئه صالحه والولد ما بيصليش، او الولد يصلي فرض و10 لا، وهو مش بيقول لا انا مش هصلي، بس مستصغر نفسه. او انا ما اعرفش بصراحه هو ايه، يعني هما بيفكروا في ايه يعني، بس ما بيصليش. وده مش بيت، ده بيوت كتير، ربنا يعافينا. فاحنا في يعني في حاجه خطر، احنا آه عايزين ننتبه ليها. الكلام ده بيحصل ايه؟ بيأثروا على بعض. دي كل شويه النت يفصل. بس احنا خلاص، انا خلصت. السوشيال ميديا مشكلتها ان هي بتاثر على معتقداتنا وبتوجه سلوكنا، بتخلينا نمشي في اتجاه معين، لان احنا بنبقى بشيء ما قبلنا بنبقى عايزين نقلد حتى لو احنا رافضين. بس ما تكرر تكرر، يعني الحاجه اللي بتتكرر قدامك بتبقى بتعتديها وبتحس انها ده شيء طبيعي. انا كنت سعيده اني كنت معاكم النهارده، واتمنى ان محاضره النهارده تكون يعني لبت توقعاتكم. اتمنى ان ربنا انتوا يجازيك تشاركوني. خير يا دكتور. ربنا يجازيك خير جزانا ان شاء واياكم، الله. جزانا واياكم، جزانا واياكم. اتمنى ان انتوا تشاركوني بعد ما نخلص على الواتساب او التليجرام اهم الملاحظات اللي طلعتوا بيها، لو في اي اسئله. شكرا لكم، استودعتكم الله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في رعايه الله. نستودعكم الله.